اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا نرمين عامر، ودي يومياتي الحقيقية بكل تفاصيلها الحلوة البسيطة. هتلاقي هنا روتين البيت، أكلاتنا وتوفيرنا من قلب بيتي لبيتكم. يلا نبدأ. النهاردة بقى هقول لكم على لمتنا في العيد، هقول لكم على أجمل فرحة. العيد مش بس صلاة وخروجات وكلام من ده ولبس جديد، العيد لمة عيلة، دفع عيلة. فأنا عملت لعيلتي مفاجأة، عملت فسيخ أنا عملته بنفسي، وعملت سردين، وعملت سردين صغير وكبير، وعملت رنجة وفصصتها وجهزتها، ورحت لأجمل عيلة. فاجئتهم إن أنا هقضي معاهم يوم جميل بحاجات عاملاها بإيديا. ويلا أقول لكم كان اليوم عامل إزاي. طبعا أنا قبلها أو قبل رمضان، يعني في نص رمضان كده اشتريت الفسيخ ده، او اشتريت السمك البوري ده. رحت جبت سمك كبير بحيث ان انا لما اعمله يبقى ايه، ملزلز كده وحلو، وملحته وعملته. يا جماعة طريقة الفسيخ سهلة جدا جدا جدا. لو عايزين اعمل فيديو لوحده عن ازاي تعملوا الفسيخ بكل تكاته وحركاته ويطلع جميل واحمر وحلو ودايب زي اللي انتوا شايفينه ده، قولولي في الكومنتات. قولولي عايزين الطريقة السهلة البسيطة اللي عملتي بيها أحلى فسيخ قدام عينينا، وبجد الكل شكر فيه والكل عجبه الأكل، وكانت صد ضحكتنا ما شاء الله وفرحانين، والأكل كده نازل في قلبنا قبل معدتنا، وكفاية إن احنا بناكله في وسط الأهل والأحباب. فده كان أول حاجة. تاني حاجة جهزتها، جبت السردينة الكبيرة دي، وبرضو ملحتها بأسهل وأجمل طريقة. وفي شوية تريكات كده عملتهم خلوها لي دايبة دوب، وطالعة زي ما انتوا شايفين كده مستوية وجميلة، وكله قدام عينيكوا، وكله على عينك يا تاجر. طبعا أنا جهزت الحاجات دي كلها في البيت قبل ما اخدها، وعملتها في علب كده بحيث ان انا لما اروح هناك لا ازفر المكان ولا اتعب حد معايا ولا اي حاجه. فغسلت وفسختها وشلت اللحم منها وشلت القشر ونضفت كل ده في البيت عندي. وبعدين بقى نضفت البيت وغسلت ايدي وغسلت الحاجه وحطيتها بقى في علب كده شيك حلوه، ورحت رصيتها كده وخدتها معايا. كانت اجمل مفاجاه. برضو اللي عايز طريقة تخليل السردينة الكبيرة دي يقول لي في الكومنتات، وانا افرد لكم فيديو مخصوص عليها بكل تكاتها وحركاتها، وخصوصا لحبايبي المبتدئين في المطبخ والمبتدئين في الحياة الزوجية. عايزة اقول لكم ان يومي كان كله سعادة بفضل الله، وكله طاقة ايجابية وحلويات كده وحاجات حلوة. طبعا الحلويات هي اللي عملتها في اول الفيديو، واللي عايز طريقتها برضو يقولي في الكومنتات. حالة حلو جدا جدا. هنا بقى انا باكل ايه؟ انا عاملة طبق رنجة يستاهل بقكم. طبعا كنت شارية الرنجة وجايباها من اللي هي ليها بطروخ حلو كده ومرمل. بنضفها وبفتحها كده وبعملها بطريقة روعة روعة روعة، لا تزفر البيت ولا أي حاجة. لما باجي أسخنها ما بتزفرش البيت. في تكة كده أنا بعملها، فقولولي لو عايزين تعرفوها، لأن ناس كتير جدا جدا بتبقى عايزة تدي تشويحة للرنجة، وبتخاف إن البيت بتاعها يتزفر أو ريحة الشقة وريحة الرنجة تلبت في العفش وإحنا في عيد وكلام من ده. لأ، انا توصلت لطريقه تخلي مهما تسخني الرنجه ما يبقى لهاش الزفاره الفظيعه الفقعه اللي بنشوفها. ما سكتش انا اسكت انا بقى، لا ما سكتش على كده. عملت كمان السردينه البلدي الصغيره وخللتها، وما خدتش معايا 3 ايام وطلعت ممتازه، ولا ناشفه ولا اي حاجه. والفيديو اهو بيحكي عن نفسه. هفتح قدامكم دلوقتي السردينه من جوه، هتلاقوها جوسي وجميله جدا جدا جدا. يا جماعه بمكونين 2 بس بتطلع لك احلى
رنجة، أحلى فسيخ، أحلى سردينة كبيرة، أحلى 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 حاجات بنشتريها بالغلا والكوى. أنا في قناتي هقولك إزاي تعمليها وانت حاطة رجل على رجل كده بأقل أقل أقل التكاليف. والله يا جماعة أنا باقول لكم الحقيقة، شايفين بقى طالعة هي ناشفة كده، شايفين بتلمع إزاي وjuicy إزاي وحلوة إزاي؟ عندي تَكّة تخلّيها تطلع بالشكل ده، هاقول لكم برضه عليها. باحبكم جدًا وما تنسوش اللايك والتعليق، ومع